احنا المشاكل الكبيرة اللي بتقابلك في ال VFX انك انت تعمل كاميرا تراكنج وتعمل كاميرا ريزولف وتلاقي ان النتائج كلها تمام والمفروض ان كل حاجة انت عاملها صح. ولكن لما تيجي تحط اوبجكت زي ده كده تلاقيه بالشكل ده بيتحرك، يعني بيتحرك بشكل مش منطقي في الفيديو، مع ان المفروض ان النتائج كلها تمام يعني. وتقعد بقى يعني ممكن تجرب مرة واتنين وتلاتة علشان الدنيا تظبط، ولكن ما يظبطش معاك، وممكن انك انت خلاص بقى اللي هو يعني خلاص مش هينفع ان الفيديو ده يتعمل عليه تراكنج. ولكن طبعا الكلام ده غلط، يعني المفروض ان الفيديو ده جاي لك من عميل، فما فيش حلول بديلة، ما فيش فيديو بديل علشان تشتغل عليه. هو انت لازم تعمل تراك مظبوط وتعمل شغلك على الفيديو ده. فتعالوا بقى مع بعض في الفيديو ده النهاردة ان احنا نحل المشكلة دي ونعمل عليه تراكنج مظبوط، ونشوف يعني لو قابلك حاجة زي دي تتعامل معاها ازاي وتعمل لها تراكنج مظبوط ازاي. بص مبدئيا هنبدأ بقى من جديد خالص، تمام؟ سيبنا بقى من كل ده، هنروح من هنا ونعمل فيديو اديتنج. تمام، دي طريقة المفروض ان هي الطريقة دي اكتر بروفيشنال في التراكنج، اللي هو ايه؟ بدل ما تعمل تراكنج على الفيديو على طول بتحول الموفي عندك او الفيديو عندك لسيكونس. تمام، دي بتحل لك مشاكل كتير في التراكنج. مهما التراكنج بتاعك مظبوط، مهما التراكنج الكاميرا ريزولف تمام مفيش فيها مشاكل، احيانا بيحصل عندك برضو مشكلة، ودي بتخلي بعض الناس تقول والله التراكنج بتاع بلندر ده لا مش كويس اصلا، بيطلع مشاكل مهما كان النتيجة بتاعته مظبوطة. هي المشكلة مش في كده، المشكلة انك انت على الفيديو ساعات بيحصل مشاكل، ولكن لو انت حولت الفيديو بتاعك لسيكونس، هنروح هنا على اد، نعمل موفي، نروح نختار الفيديو بتاعنا اهو. تمام، ونحول بس الفيديو. طبعا هنحول الفيديو ازاي؟ هنغير اول حاجة، هنروح هنا على ديتيلز، الخطوة بتاعت كل مرة، ونشوف الفيديو ده 1080 في 1920 30 فريم باي سكند بير سكند. فهنغير دي هنخليها 1080 1920 30 فريم بير سكند. ولكن انا علشان رفعت الفيديو اول وبعد كده حولت الريزولوشن بتاعه، فتلاقي النتيجه بقت عامله كده. طب دي نحلها ازاي؟ هتنزل هنا على ترانسفورم دي وتخلي السكيل دي تنزل، تسحب كده وتخليها واحد بدل ما هي نص. اصبح ان الفيديو عندك كده تمام ومظبوط. بعد كده هنحدد مكان اللي هنحفظ فيه يعني السيكونس بتاعتنا. بروجكت واحد، تعالى نعمل فولدر جديد ونسميه مثلا فريمز. تمام، ماشي. وبعد كده نعمل كنترول اف 12 او ريندر انيميشن، فهيحول لك الفيديو بتاعك لسيكونس، يعني هيحول لك من فيديو لفريمات. تمام، انا عندي مشكلة تانية، سوري، انا عندي مشكلة تانية نستعملها، ان الفيديو ده 299 فريم وانا نسيت اغير عدد الفريمات، فهنخلي دي 299 فريم. هنعمل كنترول اف 12، هو كده كده بيعمل اوفر رايت لوحده، فكده كده ايه، هيسجل لي الفريمات بتاعتي على الفريمات القديمة اللي انا كنت عملتها قبل كده، فمش مشكلة يعني. طيب آه كده الفيديو بتاعنا بيبقى فريمات. ما تقوليش بقولك يعني ما تقوليش المشكلة دي ليه، ولكن هي مشكلة وده حلها. ليه؟ معرفش يعني، ده سؤال تسأله للي عاملين برنامج بلندر. تمام، ولكن احنا اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا نعرف المشكلة دي ايه، المشكلة اللي بتواجهنا وايه الحل بتاعها. ليه؟ معرفش بصراحة، ولكن لما بتعمل تراك على سيكونس بيكون النتيجة بتاعته احسن كتير، وبتكون الاوبجكت اللي انت بتحطه بيبقى استق اكتر، بيبقى احسن من انك تعمل التراك بتاعك على فيديو. تمام، طبعا احنا يعني انا واحد من الناس مش بعمل كده على كل، يعني مش كل ما شغلي بيجي لي بحول الفيديو لسيكونس وبعد كده اعمل عليه تراك. لا، انا بجرب اعمل تراك على الفيديو، التراك بتاعي شغال خلاص قشطه، التراك بتاعي فيه مشاكل بقوم محول الفيديو بتاعي لسيكونس، ده بيبقى اول حل من الحلول. تمام، برضو اختصارا للوقت، انك انت ممكن الفيديو اللي مفيش فيه حركة كاميرا عالية، يعني زي ما انتم ملاحظين ان في هنا الكاميرا بتطلع مرة واحدة لفوق. تمام،
فلو الفيديو بتاعك اللي جاي لك مفيش فيه حركة كاميرا كبيرة، ده غالبا مش هتحتاج انك انت تحول الفيديو لسيكونس. لو الفيديو بتاعك فيه حركة كاميرا سريعة، ده غالبا هتحتاج فيه انك انت تحول الفيديو بتاعك لسيكونس. دي نقطة. النقطة التانية، تعالوا بقى نتكلم عن ازاي اصلا يعني ايه تراك، يعني ايه الكاميرا تراكنج دي. تمام. الكاميرا تراكنج دي ان باختصار بسيط خالص، هو كده الفيديو خلص عندنا، فاحنا هنعمل ديليت لدي وهنعمل اد ونروح لفي اف اكس موشن تراكنج ونعمل اوبن ونروح على السيكونس بتاعتنا 1 فريمز. كده نحدد كل حاجة كده بحرف ال A ونعمل اوبن كليب. تمام. ده نزل عندك ككليب دلوقتي، نفس الحركة اللي احنا بنعملها كل مرة. ست سين فريمز بريفيتش. كده كده احنا اصلا معدلين الاوتبوت بتاعنا 1080 في 1920 ومعدلين كل حاجة. تمام. خد بالك بس هتحتاج انك تتغير دي علشان لما تيجي تحفظ الفيديو بتاعك ما تحفظوش على نفس الفريم فتلاقي الدنيا عندك باظت، فاحنا هنحتاج ان احنا نغير ده لما نيجي نعمل رندر. تمام. تمام. بعد كده فكرة زي ما قلت لك، فكرة التراكنج. تمام. انك انت بتقول له ديتكت فيلتشرز كده، فهو بيحط لك النقط دي، نقط التراك دي، فهو بيعمل لك تراك على المناطق دي. تمام. طيب انت دلوقتي لو عملت تراك على المناطق دي واشتغلت، خد بالك انت لما هتتقدم هنا قدام، خلاص ما علينا، شيل التراكس دي. تمام. لو اتقدمت كده قدام، التراكس اللي احنا كنا عاملينها دي معمولة تحت، معمولة في المكان تحت. تمام. مفيش حاجة هنا. تمام. معرفش انت تعرف المعلومه دي ولا لا. يعني تلاقيني مثلا في الفيديو اللي فات اللي هو الجزء الاول من التراكنج قلت لك انا عايز تراك في حته معينه كده، واي نعم هو في حته بايظه ولكن انا لازم اعالجها ولازم اسيب التراك ده موجود. ليه؟ لان في بلندر او اي برنامج بيعمل تراكنج، فكره التراكنج انك انت لما هتحط اوبجكت هنا وفي هنا تراكس معموله، فهو ال... بيعمل لك تراك على المنطقه دي كويس. يعني بيهتم ان المنطقه دي لما يبقى فيه ديفورم او حركه كاميرا بيحرك لك الاوبجكت اللي انت بتحطه معاها بطريقه بتكون كويسه، فتحس ان هي استك مع الحاجه اللي في الفيديو هنا. تمام. ولكن لو مفيش هنا تراك، فهتلاقي الجزء اللي هنا بيتحرك كويس ولكن الجزء اللي هنا فيه مشكله، بتلاقيه بقى ممكن يترعش كده، ممكن يتحرك بطريقه مش طبيعيه، ممكن تلاقيه خرج من مكانه، يعني عمل حاجه غريبه. ليه؟ لان مفيش تراكس هنا. ففكره التراك، فكره النقط اللي احنا بنحطها بنعمل بها تراكس دي، هي بتعمل تراك على المكان ده في الفيديو، فتلاقي الاوبجكت اللي انت بتحطه في المكان ده حاصل له حركة تتبع صح. انا مش عارف اشرحها بالعربي، بس يعني هي من الاخر بيبقى معمول لها تتبع صحيح. تمام. لو مفيش تراكس في المنطقة معينة وانت عايز تحط في المنطقة دي حاجة، فهتلاقي التتبع بتاعها مش صح، هتلاقي التتبع بتاعها فيه مشاكل. تمام. فالمفروض ان انتوا كده وصل لكم نقطة التراك. يعني ايه تراك؟ يعني انا بحط نقطة هنا علشان تتبع الحتة دي ويحصل لها تراك. تمام. طب تراك في الفيديو ده هنعمله ازاي؟ اول حاجه احنا عارفين ان الكاميرا بتتحرك بسرعه، فاحنا محتاجين ان الباتري سايز والسيرش سايز ده يكبرهم علشان التراك ما يخرجش براهم. تمام. تاني حاجه عايزين نعملها، هنخلي دي برسبكتيف. تمام. وهنخلي دي بريفيوس فريم، وهنخلي دي نورماليز. يعني احسن تخلي دي بريفيوس فريم مع انها مش تفرق كتير يعني. تمام. بعد كده هتعمل detect features، فهيعمل لك ال- النقط بتاعت التراكس بالطريقه دي. تمام. طيب شايف دي قبل ما تضغط على اي حاجه بتبقى ظاهر لك الديتكت فيتشرز دي. تمام. وعندك هنا حاجه اسمها ديستانس دي، لو قللتها كده هتلاقي ان النقط دي بتزيد وبتقرب من بعضها. تمام. دي حاجه التانية انك انت المارجن دي ممكن تقللها برضو كده، مش قوي كده. ممكن مثلا نخليها 9 ولا حاجه، ممكن نخليها 10. تمام. ممكن نخلي الثرشولد دي 250 مثلا. تمام. كده انا عملت حركة تتبع اكبر. تمام. ولكن انا في عندي نقط مش عايزها، زي ايه؟ زي دول اللي على العميل او الموديل.
انا ضغطت حرف السي. حرف السي بيظهر لك، دي طبعا من بديهيات بلندر. حرف السي سوري، بيخلي لك الدايره دي تظهر، وتقدر انك انت تمشي بيها كده، فتعمل سيلكت على كل حاجه بتقابلها. تمام. هنمسح التراكس دول ونحدد كل حاجه كده. تعالى نعمل تراك بالشكل ده كده. تمام. انا عملت نقط تراكس كتيره علشان اشوف ان هو فيهم اللي هيبقى شغال كويس وان هو فيهم اللي هيبوظ. طبعا اللي بايظ كتير، فنروح هنا للسولف دي، ونعمل كلين اب، ونعمل كلين تراكس. من هنا نزود شويه في عدد الفريمات كده، ونزود شويه في الايرورز اللي بتعملها. اوكي، تعالى ما نزود اكتر، نزود اكتر لحد ما يحدد لنا كل اللي بايظ ده. نزود كمان. ماشي. بس تمام. احنا كده كده مش محتاجين تراكس على الارض. ال- طبعا زي ما قلت لك قبل كده، انت بتحدد الشغل بتاعك او بتحدد التراكس بتاعك على المناطق اللي انت محتاج هتعمل فيها شغل، ومحتاج تحط فيها يعني التراكس. تمام. بعد كده هنشوف اي حاجه بقى معمول لها ديفورم عندك دي مثلا. اما نطلع دي شويه علشان نشوف كده الشريط بتاعنا ده ماشي ازاي. نعمل كنترول وميدل كليك، وننزل نسحب لتحت كده علشان يظهر لنا كل حاجه. عندك ده كمان في مشاكل. اعتقد ده احنا كده كده معانا بزيادة، فعادي بنمسح زي ما احنا عايزين، ولكن أنا مش عارف ده فين. اه، ده اللي هو ده. تمام. عندك ده كمان، على نمسحه. تمام. بعد كده هنروح لنص الفيديو وهو فوق كده. اوكي، عند 150 كده مثلا. تعالى نحدد كل حاجة ونعمل لهم هايد. وتعالى نحط تراكس جديدة علشان نعمل تراك على المنطقة اللي فوق دي بالشكل ده كده. هنسيبهم زي ما هو، مش محتاجين ان احنا نمسح حاجة. هناخد كل حاجة ونعمل لها تراك فورورد. ومش هنرجع من هنا، هنروح على فريم 150 تاني علشان نبقى محددين كل حاجة كده، ونعمل لهم. لو عملت تراك من هنا خد بالك الدنيا هتبوظ، فانت هترجع على نفس الفريم تاني 150 وتعمل لهم تراك باكورد. هنا مش هنستخدم كلين اب، هنا هنمسح بايدينا. هنمسح ده. كده تعالوا كمان نمسح ده، نمسح ده، تعالوا نمسح ده وده. مم. لا، نسيب ده. تعالوا نمسح ده. ولا ده مكانه فين؟ وميت. اوكي، انا مش عايز ده، انا مش عايز ده، مش عايز ده. انا مش عايز ده. كده كده ده موجود في القدام فمش محتاجه، ومش محتاج ده علشان على الطرف خالص، مش محتاج ده علشان على الطرف خالص. خد بالك لما بتعمل تراكس زيادة كده ويبقى في تراكس في الطرف خالص كده، فدي ما بتتبعش حاجة اصلا، فالاحسن انك انت تشيلها بالشكل ده كده. مش الاحسن، ده لازم تعمل كده. تمام. التراكس اللي بتبقى في الطرف خالص دي اللي هي مش بتتبع حاجة، دي لازم تشيلها. كذلك التراكس اللي عاملة ديفورم غريب كده في وسط التراكر يعني. بص، ممكن تراك زي ده ماشي نمسحه. تعالى بقى نشوف التراك ده مكانه فين. هنا وفي جنبه. انا عايز اشيل ده لان ده معمول له ديفورم برضو زي ما انتم شايفين في وسطهم، فيسبب مشاكل في الريزولف. طيب ده عامل لي مشكلة هنا. تمام. تعالى كده نروح عند ما بيعمل مشكلة بالظبط. اوكي، احنا هنسيبه وهنيجي عند دي كده ونخليه يوقف تراك لحد هنا. تمام. ده برضو هنخليه يوقف تراك لحد هنا.
ده هنخليه يوقف تراك برضو لحد هنا. ده فين اهو، هنخليه يوقف تراك لحد هنا. طبعا انا بجيبه من عند النقطة اللي هو بيعمل فيها ديفورم دي، واقول له لا يا حبيبي ما تكملش. بس هي دي الفكرة يعني. عندك ده كمان بيجي هنا يسبب مشاكل، فتعالى نعمل له نوقفه لحد هنا كده. اوكي، ناخد ده. طبعا ده احنا مش عايزين نشيله، احنا محتاجين تراكس في المنطقة دي. هنروح لقدام لحد ما يبدأ يعمل مشاكل كده، ونقول له لحظة، احنا بنتتبع هنا كمان تمام، مش في البتاع بس، مش في الشريط بس. تمام، هنا هيبدأ يختفي، هنا هيبدأ يعمل مشاكل. وقف تراك لحد هنا. ده بص شايف هتلاقي الدنيا كده كلها عدلة. وده يعني في ديفورم غريب. خد بالك الديفورم ده هيعمل مشاكل في الريزولف، او هيعمل مشاكل اصلا معاك بعد كده وانت شغال. بتحط اوبجكت هنا هتلاقي ده عمل مشاكل معاك. فاحنا هنوقف تراك لحد هنا كده. تعال لما نشوف ده فين. ده اللي هو ده هنوقفه تراك لحد هنا. خد بالك انا دلوقتي مطول تمام وواخدين وقت طويل، ولكن هي دي الطريقه الاكتر بروفيشنال اللي هتساعدك انك انت تعمل فيديو نظيف وتراك كويس مفيش فيه مشاكل. تمام. دي لو انت اخدت بالك هنا، تعال لما نقرب عليها، هو مبين لي هنا ان في ديفورم، ولكن هنا فين؟ بالظبط، شايف دي؟ فقبل ما يبدأ يعمل مشاكل كده هنروح هنا ونوقف تراك برضو. ده كذلك برضو. ده هنوقف تراك من اول هنا. ده هنوقف تراك من اول هنا. وده هنوقف تراك من اول هنا كده. تعالوا نعمل Alt H ونظهر الباقي. وتعالوا نعمل، شايف دي مسببة مشاكل، دي هتسبب مشاكل على فكرة. ولكن تعالوا نعمل Resolve من هنا كده. اولا هي 31 دي غلط، المفروض دي نغيرها. تمام، ومطلع لي هنا 31. تعالى ما نخلي دي لحد 70، من 1 ل70. انا ليه عملت من 1 ل70؟ دي حاجة انا مكنتش شرحتها في الجزء الاول، يعني لانها برضو محتاجة انك انت تكون فاهم شوية في الموضوع. فانا حبيت اخد الموضوع واحدة واحدة، يعني ما اشرحش كل حاجة في فيديو واحد وتبقى الدنيا كتيرة عليكم، يعني تبقى كل المعلومات كتيرة يعني. تمام. ده بيعمل ايه؟ ده انت بتحدد هنا الفريمات. انت تقدر تضغط هنا وهو يحدد الفريمات لوحده، ولكن يستحسن انك انت تعملها يدوي، لان بعض الاحيان هو بيستخدم فريمات ما فيش فيها اصلا حركه ديفورم، فاكس تلاقي اصلا النتيجه طلعت مش هتساعدك في اي حاجه في الكاميرا ريزولف يعني. طيب، الفكره من دي انك انت بتحدد له المكان اللي فيه حركه عاليه. شايف انت الخط الطويل ده وما كانش موجود هنا؟ تمام. فانت ما ينفعش مثلا تروح تختار هنا مثلا من 90 ل 150 مفيش حركه اصلا يتتبعها. ولكن احنا محتاجين يعني وقت يكون الكاميرا فيه بتتحرك جامد بالشكل ده، ويكون فيه الخطوط عاليه قوي كده بالشكل ده، ونقول له تتبع بقى الحركه اللي بتحصل هنا دي. فهو دلوقتي هيتتبع لك الحركه اللي بتحصل من اول فريم واحد دي لحد 70. تمام. ونحدد دول كده ونعمل ريفاين، نعمل سولف تاني. 44. تعالوا نشوف لو ينفع نقلل الرقم ده عن كده. طيب، الحاجة التانية اللي المفروض ان احنا نعملها، ان لما تلاقي 2 تراكس، طبعا احنا عملنا تراك اكتر من مرة.
تمام، وكنا خافين بعض التراكات. فلما تلاقي 2 تراكس فوق بعض يا ريت تمسح واحد منهم. تعالى اما نمسح التاني كده. يبقى نمسح ده احسن. طيب منين بقى هنحدد التراكات اللي المفروض ان احنا نمسحها؟ شايف التراكات اللي فيها ديفورم عالي ده؟ تمام، ده شكل التراك الطبيعي. ده نمسحه، ده نمسحه، ده نمسحه، وده نمسحه، وده كمان. طبعا احنا كده كده عندنا كتير، يعني احنا عملنا كتير علشان نقدر بقى ان احنا نمسح براحتنا بالشكل ده، فاهمني؟ ويبقى مازال عندنا تراكرز بعدد كويس يعني. تعالى اما نمسح ده واعمل له ديفورم. تعالى نعمل سولف تاني كده. ما شاء الله العدد زاد مقلش. طيب ده فين؟ تعالى نوقف ده من عند هنا كده. تعالى نوقف ده كمان من عند هنا كده. ونوقف ده من عند هنا كده. تعالى نعمل سولف تاني. هو عامة ده رقم كويس يعني، ولكن انا بحاول ان انا انضف اكتر، اعمل كلين اب اكتر يعني. انا مش عارف ده فين، ده اهو. اوكي تعالوا نوقفه هنا كده. وده كمان فين ده؟ ماشي. تعالى نوقفه من هنا كده، بيعمل حركة غريبة هنا. تعالى نطير ده خالص طالما بيتحرك برضو حركة مش طبيعية. هو وده كمان. ماشي. تعالى نعمل كاميرا ريزولف. خلاص لو طلع نفس الرقم مش مشكلة، كده هنشتغل على كده وخلاص عادي. النقطة الخفيفة دي تعالى نشيلها بالمرة، وتعالوا نشتغل على كده. تمام. تعالى نعمل سولف آخر مرة. اوكي 43. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح نعمل سيت اب باك جراوند ستوب تراك سين. ننزل بده تحت خلاص. تعالى بقى نشوف التراك بتاعنا كده. سوري. ناخد الكاميرا، ننزل على الكاميرا ونعمل ايمج باك جراوند، نخلي الوسط 100% كده علشان نشوف كويس. تعالى كده نشوف حركة الكاميرا بتاعتنا. اوكي الحركة مش كويسة طبعا. لا كويسة. بالنسبة لهنا كويسة، لكن طبعا احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نحدد وول. طبعا هنا مش هنعرف نحدد فلور، فهنحدد وول. تمام. هناخد 3 نقط مثلا. مم. تعالى ناخد دول، نخلي دول الوول بتاعنا. انا مش عايزها كده، نجرب على دول كده. مش عايزها كده برضو. طيب لو اخدنا التلاتة دول عملنا دول وول. اوكي لا برضو مش عايزها كده. ناخد التلاتة دول، نجرب دول. يبقى وول. وول. اوكي ونخلي ده محور اكس، ونخلي ده محور
الواي لا. طيب طيب احنا عايزين نعمل المسافة بتاعتنا دي ممكن تبقى 3 مثلا. الديستانس انت بتاخد نقطتين وبشكل تقريبي كده علشان بس نخلي الواقع الافتراضي بتاعنا زيه. يعني اي اوبجكت احنا هنحطه هيكون ال الدايمنشن بتاعه، مش عارف اسمها بالعربية، حجمه في في ال 3 دي فيو بورد زي حجمه في الواقع، في الحياة الواقعية اللي هو في السين ده يعني. تمام. فانا مثلا بقول ان المساحة دي ممكن تبقى 3 متر تقريبا. تمام. فمن هنا هنظبط السكيل. اوكي لا. طب دي ممكن نخليها 5 سكيل. الفكرة هو ده كام في كام. اوكي 8 في 8. تمام 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 8 في 8. ماشي. طيب بعد كده احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نظبط طبعا الهرتلة اللي حاصلة هنا دي. احنا عايزين البلان دي لما تبقى الروتيشن بتاعها 90 على اكس. 90 على اكس دي يعني بشكل عمودي، تبقى محطوطة بشكل عمودي هنا كده. صح، ده اللي احنا عايزينه. تمام. ولكن تعالوا اول قبل ما نعمل كده تعالوا بقى نشوف التراك بتاعنا شغال اول كويس ولا لا. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنضيف مش مثلا ونضيف سلندر. تعالى نطلع السلندر فوق شوية. تعالى نحركه هنا شوية، ننزل بيه كده شوية. اوكي. تعالى نروح هنا على 3D view board، نعمل view selection. تعالى نحدد النقطة دي كده. النقطة دي فين هنا؟ اهي. اوكي اهي. هناخد دي ونحركها عليه كده، هي نفس النقطة اهي. هناخد دي ونحركها عليه كده. طيب فين النقطة؟ اهي. هناخد دي ونحركها عليه كده. كده احنا رحنا بالظبط بالسلندر ده عند النقطة اللي معمول لها تراك هنا. تمام. لا سكيل كده بس عشان تبان شوية. انا عندي شاشتين فالدنيا بايظة خالص وانا بعمل روتيت. ماشي. ماشي كده. ماشي كده. على كده. آه. تعالى بقى كده. هي كده في اقرب مكان عند النقطة دي. تعالى بقى اما نحرك الفيديو بتاعنا ونشوف هي استق ولا لا، يعني ثابتة مع المكان ده ولا لا. تمام. زي ما انت شايف خلاص اللي هي المفروض كده بقت بتتحرك بشكل كويس مع العمارة بتاعتنا اللي هناك دي. فانت خلاص لو هتعمل حاجة هناك كده الدنيا معاك هتبقى معاك تمام يعني هناك كده.
تمام. ولكن احنا دلوقتي عايزين نظبط بقى ال 3 دي فيو بورت بتاعنا اللي بقى شكله زي سوري ده. هنعمل ده ازاي بقى؟ الكلام ده تقريبا عملناه برضو في الجزء الاول من الفيديوهات، ان احنا هناخد الكاميرا بتاعتنا وهنخلي دي على ال 3 دي كيرسر وهنحرك. عايزين ده اول زي ما قلنا نخليه 90 على الاكس. ناخد بقى الكاميرا بتاعتنا ونظبطها على السين كده. اوكي. تمام زي ما انت يعني، لو انت عايز بقى تخلي دي على الارض كده فترفعها، لو انت عايز تخلي ال نخليها ماشي فوق كده علشان نظبط محور الواي. كاميرا محور الاكس مع الواي اهو. كده اصبح الكاميرا بتاعتنا مظبوطة. ودي 90 على الاكس. 90 على الاكس يعني هي بشكل عمودي، يعني ده دلوقتي بالظبط البلانة دي دلوقتي بالظبط في نفس يعني على نفس الحدة بتاع المبنى ده. تمام. فهتلاقيه خلاص كده بقى بيتحرك تمام فوق تحت. تمام. على محور الاكس. تمام. هو دلوقتي استق مع المبنى ده بشكل كويس. ده اللي احنا كنا بنعمله، يعني ان احنا كنا بنظبط الكاميرا بالشكل ده. تعال نشوفه بشكل احسن. تعالى مش محتاجين خلاص ان احنا نشتغل هنا. نقسم ده بس 2 علشان نعرف نشتغل كده. نخلي دي الكاميرا بتاعتنا. تعالى نقفل دي. تعالى نشوف كده بقى اللي بيحصل هنا. كده الدنيا تمام، كل حاجة ستوك وجميلة. عايزين نودي دي مكانها تاني علشان نشوف برضو. تعالى من هنا نظهر الموشن تراكنج. هنا نظهر برضو الموشن تراكنج هنا عشان نشوف النقط بتاعتنا. فين النقطة؟ اهي. اوكي اهي. دي اهي. اوكي نغير دي بقى من 3 دي فيورت لل 200 بوينت. كان عندي هنا لما بطلع بنزل، وهنا لما بنزل بطلع، فدي مشكلة. المشكلة دي حلها ايه؟ ان انا هاخد الكاميرا بتاعتي كده على ال 3 دي فيورت كده، نروح على 3، نخلي دي 180. كيف النقطة اهي. نطلع دي فوق. الكاميرا كانت مقلوبة فانا رجعتها تاني، بس ده كل اللي انا عملته. دي اهي. طيب احنا هنا في مشكلة احنا واقعين فيها. ايه هي؟ انك انت هنا علشان تخلي دي عادلة. تمام. عندك في الكاميرا او في السين يعني هتبقى بالشكل ده كده. تمام. تعالوا بس ايه نحركها كده بحيث ان هي تبقى مم،
ماشي، بحيث ان هي تبقى شبه البرج بتاعنا ده يعني. تمام. مثلا بالشكل ده. ماشي، هتبقى معوجة بالشكل ده لو هي عدلة. تمام. يبقى علشان دي بعيدة. تمام. طبعا ده من الكاميرا تراكنج يعني، ولكن دي اقصى حاجة نقدر نعملها في فيديو زي ده. طيب، دلوقتي يا اما دي تبقى عادلة يا اما دي نعدلها، بس دي هتبقى معوجة. ازاي الكلام ده؟ ان احنا لو رحنا للكاميرا كده ورحنا هنا على 3D view board كده، وعدلنا دي بالشكل ده كده، قربنا دي شوية من النقطة بتاعتها كده اهو. هناخد الكاميرا تاني اهو. فاصبح ان ده هيبقى عادل، ولكن دي هتبقى معوجة شوية. طب نعمل ايه بقى؟ دي على حسب انت عايز ايه في الفيديو. يعني لو انت هتنزل هنا مثلا بانر، فانت محتاج انك انت تظبط هنا وتتغطى عن هناك. يبقى هناك احنا هنغير في الروتيت بتاع الشكل اللي على المبنى علشان يظبط قدامنا على الكاميرا، والكاميرا تبقى الشكل ده يبقى عادل عليها لما يبقى بزاوية 90. لو انت عايز تعمل السيموليشن بتاعك او تعمل يعني الحاجة اللي انت هتعمل لها، اللي انت هتعملها في السين يعني تكون هناك، فهتركز على انك تظبط الدنيا هناك كده. ومش مشكلة عندك لما دي تظبطها يدوي على الاكس كده مثلا، وتظبطها كده يدوي. مش هتبقى 90 درجة، تبقى 87 درجة، ولكن هتبقى مظبوطة عندك في السين يعني. تمام. فدي حاجة انت اللي هتحددها بقى. انت عايز يعني تتتبع ان هو يكون بشكل صحيح في الحياة الواقعية. فاهمني؟ عايز ده يبقى بزاوية 90 علشان هتعمل عليه سيميليشن ولا حاجة، ولا تعمل عليه حاجة في الجاذبية ولا كده، ولا عايز دي اللي تبقى آه بشكل 90 درجة، معمول لها روتيت ب 90 درجة. تمام. يبقى انت اللي هتحدد وبناء عليها تختار هتعمل تتبع لدي ولا لدي. على فكرة في الحالتين الاتنين الحركة بتاعتهم هتبقى كويسة. يعني انت كتراكنج مفيش مشكلة عندك. في الحالتين انت كتراكنج مفيش عندك مشكلة، ولكن المشكلة عندك بس انك انت لو هتعمل سيميليشن. لو مش هتعمل سيميليشن يبقى مفيش مشكلة اصلا. تمام. ولو هتعمل سيميليشن هتحدد انت عايز تعمل سيميليشن في انهي منطقة، ودي المنطقة اللي انت هتظبط عليها الكاميرا بتاعتك، بحيث ان الحاجة اللي هيتعمل لها سيميليشن تبقى بزاوية 90، فيبقى السيميليشن بتاعك طالع بشكل مظبوط. مثال الحلقة دي طولت قوي. تمام. ولكن كنت عايز يعني اشرح فيها كل حاجة. تمام. واعتقد على فكرة ان الكاميرا كمان عايزة تتظبط على الواي، فممكن نظبطها على الواي برضو. انت المفروض ان كده يعني ايه، الفكرة وصلتك وانت تكمل بقى خلاص. يعني انت كان اهم حاجة عندك ان المشكلة عندك تتحل، وتبقى الاوبجكتات يعني معمول لها ستك على الحاجة اللي في الفيديو اللي عندك. تمام. فكده المشكلة اتحلت. كمل بقى الفيديو تشوف انت عايز هتعمل ايه. زي ما قلت لك، انت عايز تعمل حاجة هنا فبتظبط الدنيا هنا اكتر، عايز تعمل حاجة هنا فبتظبط الدنيا هنا اكتر. هي دي فكرة التراكنج. ولكن كل حاجة يعني لو احنا ملينا الفيديو اوبجكتات هتتحرك بشكل مظبوط مع الفيديو، هيبقى معمول لها ستوك بشكل كويس. ممكن بس نروح هنا على الكاميرا ونعمل render and distortion دي، نشيلها من هنا علشان ما يبقاش يعني. ولكن في ناس على فكرة بيبقى احسن يعني. بص هتلاقي دي مشدودة شوية، دي فيها شدة كده شوية كده مظبوطة. شايف دي حل المشكلة دي. تمام.
خلاص، لو عندكم فيديو قاعد من ده وعايزين تعملوا له تراكنج ولا حاجة، وعايزين تشوفوا الطريقة بتاعة التراكنج بتاعته، عادي ابعتولي وهحل لكم المشكلة دي. تمام. اتمنى الفيديو يكون كويس وعجبكم، وما يكونش طويل زيادة عن اللزوم. مش عارف الفيديو ساعة. تمام. هحاول اقصرها على قد ما اقدر. يلا اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، وسلام.